السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي. نتمنىكم تكونوا على خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. واليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا عصير صحي بالقرع الأحمر كيف ما كتشوفوا، والحامض شي حاجة طوب إن شاء الله اللي غتحتاجوها في رمضان. وهنا كيف ما كتشوفوا غنحتاجوا الكيلو من القرع الأحمر. ودائما نصيحة تبغوا تشريو القرع الأحمر دائما اختاروا القرع اللي كيكون جديد، يعني وكيكون اللون ديالو غامق، ما كيكونش باهت، يعني كيكون طري. فهنا من بعد ما خديت داك الكيلو ديال القرع غسلته بطبيعة الحال، وغادي نقسموه كقطع. غادي نحيد ليه داك الزريعة ديالو، يعني وداك الخويطات اللي كيكونوا الفوق، وايضا القشرة ديالو، ورجع معكم. وكيف ما كتعرفوا الفوائد ديال القرع الاحمر كثيره، وراه ما كيجيش باين المذاق ديالو نهائيا في العصير، يعني الوليدات كيشربوه بلا ما كيعرفوا هذا العصير اشنو فيه. بزاف الناس ما كياكلوش القرع الاحمر، ففي هذا العصير غادي يشربوه لان كيجي لذيذ بزاف. فهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما حيدت ليه داك القشور وداك الزريعه قطعته هكا مكعبات. فبالنسبه لهذا العصير ممكن تحضروا منه كميه كثيره وتحتفظوا بها في المجمد هكا، وكتبقاو تجبدوا الكميه اللي بغيتو وكتضيفوا عليها اي فاكهه عندكم وكطحنوها. فهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما غادي نقطعوا مكعبات، غادي نوضعوه في طنجره، وغادي نرجع معكم لداك الحبات ديال الحامض. فبالنسبه للكيلو ديال القرع الاحمر غنحتاجوا ليه 2 حبات من الحامض. فهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كنغسلوا الحامض مزيان وكنحيدوا ليه داك الرويسات، ضروري ما كنحيدوا هاد الرويسات هادو. وغادي ناخذوا القشره ديالو، داك القشره الصفراء فقط هي اللي غادي نوضعوها مع القرع. كيف ما كتشوفوا نحاول هكا نقيه بشويه، يعني نحيد ليه غير داك القشره الصفراء، ما نحاولش ندخل لداك القشره البيضاء. اولا تاخذوا هكا الحكاكه وتحكوا داك القشره الصفراء، كيبقى لكم الاختيار. وغادي هنايا نضيفوهم للقرع الاحمر صافي. وبالنسبه للحامض ايضا حتى هو دائما ملي تبغيو تشريوه دائما اختاروا الحامض اللي كتكون القشره ديالو رقيقه، وكيكون يعني كتهزوا الحامضه كتلقاها شويه ثقيله، ما كتلقاوهاش خفيفه. الحامضه كل ما كانت ثقيله كل ما كيكون فيها الماء، وكل ما كانت القشره ديالها رقيقه ما كيكونش فيها داك القشره البيضاء غليظه وكثيره. فهنا كيف ما كتشوفوا بالنسبه لهاد الطنجره اللي وضعت فيها داك القرع الاحمر والقشور ديال 2 حبات ديال الحامض، ضفت ليها لتر ونصف من الماء. يعني كل كيلو ديال الحامض غادي نضيف ليه لتر ونصف من الماء، وغنوضعو هنايا على نار اللي غتكون متوسطه، ونخليه حتى يطيب داك القرع الاحمر. يعني ما تخليوش يطيب بزاف، غير يبان لكم صافي راه طاب، يعني تسلق صافي نطفيو عليه. وهنا في هذه المرحله كنرجعوا لداك 2 حبات ديال الحامض وكنحيدوا لهم داك القشره البيضاء، يعني كنتخلصوا من داك القشره البيضاء. ومن بعد غندوز هنا نقطع داك الحامض دوائر هكايا باش نتخلص من داك العظيمات اللي كيكونوا فيه. ونحيد ايضا داك الخويط اللي كيكون في الوسط ديال الحامض، داك الخويط الابيض ضروري ما كنحيدوه، اي عظم بان لينا كنحيدوه. صافي كنوجد هكا الحامض ديالي على ما وجد ليا داك القرع صافي. وفي هذه المرحله هذه كنكون وضعت واحد القرعه ديال الماء في المجمد تبرد مزيان، باش ملي كيوجد العصير وكيبرد داك القرع الاحمر كيكون حنا عندنا الماء بارد باش غنطحنوا العصير. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا بعد ما وجد داك الحامض، هنا القرع الاحمر كيف ما كتشوفوا راه هو وجد صافي تسلق. غادي نخليه هنايا جانبا، يعني يبرد شويه غير يدفى ونرجع معكم. صافي هنايا من بعد ما دفى داك القرع الاحمر فخديت ديك الكميه كامله ديال القرع الاحمر مع داك القشور ديال الحامض، وضفت ليها ايضا داك الحامض اللي وجدنا قبل، يعني داك الحامض اللي حيدت ليه البذور ضفتو لهاد القرع الاحمر وطحنت كل شيء كيف ما كتشوفوا.
وما كتحتاجوش تصفيوه ضروري، ما كطحنوه مزيان، ما تصفيوهش نهائيا. صافي ورجعتوه هنايا للطنجره ونخليه يدفى شويه. كيف ما كتشوفوا انا راه مازال سخون شويه. صافي هنا يمكن لينا نخليوه حتى يبرد تماما ونقسموه هنايا ونحتفظوا به في المجمد. اي وقيته بغينا العصير كنجبدوا الكميه من هذا العصير ديال القرع الاحمر الحامض، نجبدوا الكميه اللي بغينا وكنضيفوا ليها الماء ونضيفوا ليها اي فواكه عندنا او عصير برتقال، وهكا كنحصلوا على عصير طبيعي لذيذ وصحي. وهنا كيف ما كتشوفوا خديت انا كميه قليله من داك العصير ديال القرع الاحمر الحامض، وضفت ليه هنايا حبة من الموز، وغنضيف هنا 2 حبات من المندالين كيف ما كتشوفوا، كمية اللي هي قليلة. صافي وغنضيف هنايا الكمية ديال الماء اللي بغيت، يعني على حسب الختورية ديال العصير اللي بغيتو. غنضيف هنا واحد 2 معالق كبار من السكر، وغنضيف تقريبا هنايا واحد لتر الا ربع من الماء. صافي وغنطحن العصير ديالي وغتشوفوا القوام ديالو في الاخير. صافي هنايا غادي نمشي نطحن العصير ديالي. ضروري في الطحين كطحنوه مزيان، كيف ما قلت لكم هذا العصير ما تحتاجوش تصفيوه نهائيا، غير طحنوه مزيان. وكيف ما كتشوفوا كيكون هذا هو القوام ديالو، كيجي خاتر وكيجي لذيذ، وزياده على هادشي كيكون صحي. فكيف ما قلت لكم تحضروا كميه اللي هي كثيره من القرع الاحمر والحامض وتحتفظوا به هكا في المجمد، تقسموه في بلاستيكات او في قريعه البلاستيك. الوقت اللي بغيتوا العصير كتجبدوا كميه قليله وكتضيفوا ليها الماء، تضيفوا عليها عصير برتقال واي فواكه عندكم، وكتحصلوا على عصير اللي كيكون صحي واقتصادي. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ليا لايك للفيديو فضلا وليس امرا. ونخليكم مع الصور ديال بعض الوصفات اللي غتلقاوها في القناة، ونقول لكم بسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات اخرى. مع السلامة، الى فيديو قادم بحول الله.